احلى حاجه ان انت لما تخش في اي حاجه، تمارين، شغل، ايا كان الحاجه اللي انت ناوي تخش فيها، تجيب من الاخر، تلقط الحاجه المهمه. ما اقعدش انا مثلا اعمل تمرينات مش هتاثر في جسمي خالص، ولا هتوديه ولا هتجيبه، حاجات تافهه. او مثلا اروح مثلا كنت شغل مهم، او مثلا بشتغل في النجاره والاقي نفسي مثلا عماله اكنس في الورشه بدل ما اشتغل على الخشب. طيب ايه إيه الامثله اللي انا بقولها دي؟ إيه اللي بيحصل؟ الموضوع ان ناس كتير للاسف الشديد ما بتبقاش عارفه بجد تستغفر ربنا على ايه. يعني هي بتبقى عارفه انها غلطانه، بس بتبقى غلطانه مثلا في ايه؟ فاكره ان هي غلطانه جدا عشان خاطر ان هي في خصله من شعرها طلعت غصب عنها، او ان هو استحمى في رمضان، استحمى في رمضان والميه جت عليه، وممكن يكون الميه شربها وهو بيستحمى، او ممكن يكون في نقطه ميه دخلت في زوره غصب عنه وهو مش قاصد. جماعه، ربنا رحمن رحيم، والاسلام له اصول. عيب قوي لما تختزل الاسلام، انت عايز تسهل الدنيا على نفسك، انت مش بتسهلها. في فرق بين ان انا سايب الاصل وسايب اهم حاجه في الاسلام ومركز في حاجات تافهه، والله حاجات تافهه وبقولها اهو. ماشي، الاحتشام حلو وجميل وسلام بقى لو الاحتشام بالاخلاق كلها على بعضها، ان كتير بنشوف منتقبات بعيد تماما عن الاحتشام، سواء في المشيه، سواء في البصه، سواء في اي حاجه. وبرضو على فكره مناسبه المنقبات برضو بيطلعوا على السوشيال ميديا، انا مش فاهمه برضو بيطلعوا ليه. هتقول لي طب انت بوش، هم مؤمنين ان هم المفروض دلوقتي وش المراه المفروض يتدارى، هم مؤمنين بكده. يعني مضطره في الشارع تطلعي بالنقاب عشان ما تفتنيش حد، طلع على النت ليه؟ انت مش مضطره اهو، طلع على النت ليه بالنقاب ومكحله عينك؟ ما انت تقدري تعمليه في الصوت. وجماعه بيبقى صوتهم برضو رقيق زياده، يعني والله ده انا صوتي يعني ارجل منهم بكتير، رقيق زياده. ما ينفعش ابقى صوتي كده، احنا بنتكلم على الاحتشام بقى. ما بقول الاحتشام اخلاق، ملهاش علاقه على فكره انت لابس حجاب ولا مش حجاب، مش بقول كده انك تخلعي الحجاب، مش بقول كده انك تسيبي النقاب. انا بتكلم على فكره اللي هو الاحتشام اخلاق، بس هو برضو شوف انت من وراه بتعملي ايه، او شوفي انت برضو مش ما بتبقيش واثقه قوي في نفسك وانت منقبه، فبتقعدي بقى تلبسي حاجات من هنا وهنا، تتريقي على اي حد مش منقب. فانت كده بتبقى فاكره خلاص هي الحمد لله اتنقبت، انا خلاص كده ضمنت الجنه. وبيقولوها كده، يعني بيقولوا الحمد لله يا رب انا ايه، شكرا يا دنيتي انا اخترت اخرتي. يعني هم فاكرين ان النقاب بجد، او ان انا ربيت ده ان انا كده دخلت الجنه. ايه بقى بتعملوا؟ تاذي جارها عادي، ما هي داخله الجنه هتبقى لابسه نقاب. اغش عادي، اموت المريض عادي، ادخله اي عمليات عادي، ادي الناس اكل او اكل فاسد عادي، بس انا لابس نقاب، انا الحمد لله مربي دقني. لو تيجي تتكلموا يقول لك انا عارف الحاجات دي حرام بس ابقى اتوب عليها، كلهم بيتكلموا عليها بحرام كده بصوت واطي، لكن كلمه تقولها نقاب حرام، تقول له دقن واهم حاجه الواحد اخلاق، حرام. يبقى الصوت بقى كتير واحاديث كتيره ويزهقوك في حياتك. الدين ليه اصول. ماشي، انت خليك انت مؤمن بافكارك، بس هقول لك بس على حاجه، خليك زي ما انت، زي ما انت وزي ما انت، بس ادي للصدق حقه، ادي الاخلاق اللي ربنا نزلها حقها. ما ينفعش تتعاملي مع حاجه فيها كلام كتير وناس تقول لك اصل لا النقاب، لا اصل الحجاب، فيها كلام كتير، في حين ان الناس كلها متفقه انك لازم تكوني صادقه. ما ينفعش تكذبي، المؤمن ما يكذبش، المؤمن ما يأذيش جاره، المؤمن ما ينمش على حد، المؤمن ما يحسدش ولا يكره. اسيب ده كله ولا يغش. اساسيات، امانه، حب، صدق، ده بمسك فيهم. صح هروح واجي وكده، بس دول اساس، دول لما اقول حرام اقول حرام من قلبي. انت كدبت اقول لي من قلبي، انت ما عندكيش امانه من قلبي. لكن ما اقعدش امسك اللي قدامي واقول ايه ده انت ايه ده شعرك طالع على فكره احكي ربنا، لكن اشوف اللي قدامي التاجر قدامي بيغش واكون ساكته. لكن لو شفت لابس شرط اقول له احترم نفسك عشان دوت عيب، يعني عشان اتقي ربنا. هنا بقى اتمحرر واحب اتكلم، اصل انا بامر بالمعروف وانا عن المنكر. انت كده اختزلت الدين كله، اختزلت الدين كله في شكل. انا عارفه ان ده اسهل بصراحه، سهل جدا سهل جدا تلبس نقاب وتلبسي وتبقى بده، خاصه مع التسهيلات الجديده اللي بقت موجوده. اي واحده دلوقتي بقت لابسه نقاب بقت عادي تلبس هدوم عاديه زينا زيها، وبقت عادي تطلع على السوشيال ميديا،
وما عادش صوت المرأة عورة زي زمان، عادي يعني بتطلع هي بنفسها على السوشيال ميديا بتحال عينيها كده عمالة تعمل كده وتعمل كده. طب ليه؟ أنتِ مش مضطرة تعملي كده، أنتِ كده مش شايفينِك، وأنتِ المفروض بتعفي نفسِك بالنقاب ده على فرض إن كل اللي طالعين بوشهم يعني خلاص كده، أنتِ خلاص ضمنتِ الجنة، ضمنتِ آخرتِك، فخلاص بقى باختفي، يعني إيه التناقض ده؟ باطلع ليه بقى بوشي؟ ها، بتميل ليه كده وبقعد اتمايص ليه كده؟ انا بتكلم على فكره مش اللي بيطلعوا بس بوشهم بيطلعوا بالنقاب في الكاميرا او بيعملوا محتوى او كده، لا اللي في الشارع برضه، يعني هم ما شاء الله ما فيش حاجه سايبينها، يعني هم بيقعدوا يتريقوا على الناس يقولوا لا دول بيطلعوا بوشهم، ايه ده دي بنت جريئه جدا، ايه ده مش عارفه بتعمل ايه، لكن هم عادي هم دايسين في اي حاجه. والاسوأ بقى اللي يضحكك ايه، مش بيقولوا اغاني حرام، او طبعا انا عارفه ان في ناس تحت هتقول لي ايه، مش احنا اللي بنقول ده الرسول هو اللي بيقول، طبعا اكيد طبعا، انت هتقول لي انت هتواجهني بنفسك هتقول على نفسك ما بتفهمش حاجه مثلا، لا، اسهل لك ان انت تقول ربنا هو اللي بيقول كده عشان لما اتكلم اسكت، لكن ما اقولش ان انت ما بتفهمش حاجه، ما تقدرش، تكبر. لكن انا لو مش فاهمه حاجه اقول انا مش فاهمه، مش هقول ربنا اصله بيقول، عيب، عيب يعني مش عارفه ازاي هين عليكم ان انتوا تقولوا لا اصل ربنا هو اللي بيقول كده، اصل الحديث الرسول، اقول انت بتفهمش، اصل الحديث الرسول هو اللي بيقول كده، عيب. فانت لو مكمل على موضوع الاغاني ده خلي بالك على فكره، ما انت النقاب دوت كان زمان لازم بتغطي عينيها كمان، وصوتها ما ينفعش يطلع، صوت المرأة عورة، الحديث ده مش عارفة مستمعينه للأيام دي، وكان تعليم المرأة حرام على فكرة، مستمعينه برضو كان من 100 سنة، سفر المرأة، ها، مستمعينه برضو الحديث ده ماله، قال لي ليه كده؟ ده عادي، ليه؟ عشان خاطر هم انفتحوا على الدنيا، اللي نزلوا أحاديث دول وأشاعوها انفتحوا على العالم، بدل ما كانوا قاعدين في القرية طلعوا بقى انطلقوا، طلعوا في وشنا، فالحمد لله هم مظبطين الدنيا وفقا لظروفهم الاجتماعية. حتى الأغاني، نرجع تاني للأغاني، حتى الأغاني يقول لك حرام ومش عارفة إيه، ماشي، طبقها على نفسها. زمان كنت تلاقي الناس دي لها وجه واحد، خلاص انا مش بسمع اغاني في حالي، دلوقتي بتلاقيها بتقعد تقول لنا انت حرام، انت بطلي الاغاني انت مشغلاها دي، على اساس طبعا بتدعيني للخير. الاسوأ من ده ايه بقى؟ انا هروح لحفله واسمع فيها الاغنيه اقول الحمد لله الناس دي كلها مش موجوده هناك، بلاقي كل المنقبين هناك وكل اللي بتقول هناك في الحفله، بيعملوا ايه؟ يقول لك لا اصل احنا بنحب الصالحين ولست منهم، طب ما تكون منهم، وانت مزهقنا ليه ما دام انت مش منهم؟ انا عايزه افهم بس، يعني اثبتوا لكم بلاش تناقض، يعني انا مش معترضه على اللي انتوا فيه، كل واحد ليه الاعتقاد اللي في دماغه، وانت شايفه ان النقاب ده اهم من الصدق واهم من كل حاجه، وان شاء الله تبقي تتوبي على كذبك وتتوبي على النميمه بتاعتك وتتوبي على قصف المحصنات اللي انت بتقصفيه للناس، بتقولي الله اعلم اخلاقي ودع الخلق في الاخر، تتوبي عليهم قبل ما تموتي. بس اهم حاجه ان الخصله ما تطلعش والنقاب ما ينزلش شويه، والحاجات دي كلها انت بتعمليها، انت حره، بس خلي ليكي وش واحد مش وشين، ما نلاقيكيش في حفلات، تطلع لي في حفلات انت مش شايفه ان الاغاني حرام، مش شفتك انت، لا حديث شريف هو اللي بيقول كده، انت ماشيه ورا الحديث ده، خلاص تمام، يبقى بتطلع لي الحفله. لا واللي ضحك ايه، بيروحوا مثلا حفلات عاملين لنا زحمه وخلاص، وبيدوا ظهرهم للي بيأدوا الحفله، طب عيب، طب هما الناس دي عامله طيب حاجات جميله وعامله عروض حلوه، بسقف لها، ما ينفعش ادي ظهري ليها، وبيقعدوا يتريقوا عليهم، طب انت بتعمل كده ليه؟ يعني انت حاضر ليه اصلا؟ عامل زحمه في المكان ليه؟ بتعمل كده ليه؟ ماشي، فخلي لكم وش واحد يا جماعه يا ريت، عشان احنا تعبنا قوي من كتر الوشوش بتاعتكم، بجد، اثبتوا لكم على حاجه يعني. وعلى فكره لما حد بيقدم لنا عرض بنسقف، طبعا انتوا الحكايه دي في القريه بتاعتكم ما شفتهاش، يعني لما حد ما بقاش بتنحمني كده، لا، بتسقف له عشان هو بيحاول يبسطني، بيحاول يضحكني، بيحاول بترقص فبتبسطني، بيغني فبيبسطني، انا داخله عشان انبسط، وانا داخله عشان مقتنعه ان الناس ديت انا محترماها، انا مش محترمه الناس دي ومش عاجبني، خلاص انا بحضر ليه؟ انا بحضر ليه؟ وحش يعني، وحش السخريه دي، انت مش مؤمنه بالناس، مش مصدقاهم اصلا، خلاص بمشي بقى، انتوا كان زمانك وش واحد، انا ما اعرفش دلوقتي بقوا داخلين في كل حاجه، ودلوقتي بقى سفر المراه حلال، سفر المراه قبل كده اللي هو لا قلنا لا لازم يبقى فيها محرم، وقلنا يا جماعه لا هي مش ماشيه في صحراء، الكلام ده لما كانت ماشيه في صحراء، لا، حرام يعني حرام. هنا قصه الاغاني وقصه الحاجات اللي بتطلعوها لنا ازاي، هي نفس القصه برضو، كمان كام سنه برضو هيطلع الاغاني، هيبقى في اغاني حلال وفي اغاني حرام، بس خليكم فاكرين، سجلوا اللي انتوا بتقولوه، يعني سجلوا مثلا اي حاجه كده ماشيين وراها، سجلوها وقولوا ده رايي كذا، انا سنه كذا، وشوف رايك ده هيتغير على حسب
الظروف الاجتماعيه للشيخ. الشيخ لما الظروف الاجتماعيه تتغير هيسيب القريه او هيطلع من مصر يروح لندن او ايا كان هيروح فين، الظروف الاجتماعيه تتغير، هتلاقي الاحاديث دي اتغيرت، او مش هيعمل لها نفس الدعايه اللي بيعملها لها. طبعا بيعملوا لها دعايه حلوه جدا، يعني الدعايه اللي بيعملوها لاي حديث او الحاجات اللي تخلينا نقع في بعض دي، يعني تقريبا لو اقنعوك عندها يعني دعايه قويه لدرجه هم اقنعوك ان امك دي مش امك، هتقتنع من كتر ما الدعايه قويه. هتلاقي تعليقاتهم في كل حته، هتلاقيهم هم نفسهم طالعين لك في كل حته. هتلاقي في ناس بتتكلم عن التكنولوجيا مثلا او بتتكلم على الطبخ، بس هتلاقيهم بيقولوا نفس الراي في نفس التوقيت، مش بيقولوا نفس الكلام في نفس التوقيت. انا قلت الترند الكل لازم يتكلم فيه نفس الراي في نفس التوقيت. فانت امنت بالله يعني، هتقول خلاص تبت الى الله. فالناس دي عمرك ما هتلاقيها بتعمل دعايه للصدق، واحنا كلنا كذابين. عمرها ما تعمل دعايه انك تكون عندك امانه، واحنا كلنا ما عندناش امانه وغشاشين وبنبرر الغش والاسم. اصل احنا بنقلد بعض، اصل انا مش غشاش زي اللي جنبي، هو بيغش اكتر، هو منزل البضاعه ديت، ما هو الكل بيعمل كده، انا ببيعها بالسعر الجديد مع انها قديمه عندي، بس الكل بيعمل كده. فانت لازم تبقى عندك امانه مطلقه. انت لما تنزل القبر برضه، هنعيد تاني، تنزل لوحدك، بقول له ربنا بقى اصل انا شفت اللي جنبي بيعمل كذا. بدون كلام كتير يا جماعه، عشان ما نختلفش مع بعض اكتر من كده، ما نقطعش في هدوم بعض اكتر من كده، ما نبهدلش بعض اكتر من كده. انت عندك جواك شيخ اسمه ضمير، ولا بكلامي ولا بكلام اي حد، عندك فطرتك. فطرتك بتقول لك ايه؟ عارف فطرتك بتقول لك ان الكذب حلال، عادي تكذب، عادي تغش، عشان بس تفصل الموضوع ده. عشان ممكن فطرتك دلوقتي ما تكونش شغاله كويس معايا، تكون عايز تريح نفسك، تقول ايوه هو النقاب صح، هو البتاع ده، وانا هعمل كده وابطل اغاني وانا كده ضمنت الجنه. هيريحك قوي الموضوع ده. بس افتكر حاجه واحده، افتكر، تخيل معايا دلوقتي انك مثلا فاضل لك 5 دقايق وهتموت، هتفكر في ايه؟ تفكر في الاخلاق. صدقني لو متخيل فعلا ان قدامك 5 دقايق بس وتموت، هتفكر في الاخلاق، مش هتفكر في الحاجات اللي انت بتفكر فيها دي. يعني الفطره هنا اللي هتتكلم بقى، يعني هتقول لك اعمل صح ولا غلط. لو نزعل امك هتقول، هتروح هتجري تبوس رجليها، هتجري ترجع الورث، هتجري تبوس على دماغ اللي انت لميت عليه واللي جرحت قلبها واللي كسرت قلبها واللي قلت لها انا انسانه ما وعدتكيش، اصل انا بس كنت ببص، اصل انا ما اديكيش كلمه صريحه. هتروح هتجري على الناس دي كلها عشان خاطر يسامحوك. مش هتجري هتشوف هتربي دقنك زياده ولا هتحط نقاب مش عارفه فين. طبعا الاحتشام جميل، بس مش هو ده الاسلام، مش هو ده اصل الاسلام. الاسلام ليه اصول، ما لو ما كانش الاسلام له اصول ما كانش ربنا قال لك ايه؟ اتبعوا احسنها. احسنها يعني ايه؟ ده في احسن، في احسن، في اساس وفي اصول، يا ريت نلتزم بيها. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. لو عجبكم الفيديو ومتاكده ان هو يعجبكم، لايك وشير بسرعه.